يعني أنت ما لقيتش أي حاجة تعملها تقوم رايح متحرّش بيها، أهو يا عم اتفضل اتحبست أهو هتترحّل وهتتسجن وممكن يعدموك. يعني إيه أنت يا ابني يعني بابقى عايز أقول له يا ابن الجزمة، يا ابن الجزمة فضحتنا، فضحتنا والله. ما أنت في النهاية اللي أنت بتعمله بيتكتب باسم البلد بتاعتك، باسم الجنسية بتاعتك. السيئة بتعُم، يعني السيئة بترجع عليك وعلى الناس بتوعك. مساء الفل يا جماعة. الفيديو ده هيجيب صياح كتير أو ناس ممكن تتضايق من الكلام، ولكن أنا ملاحظ إن ما حدش بيتكلم في الموضوع ده، أو ما حدش بيتكلم فيه حد كده جامد جدًا زيّه، مشهور زيّه وبتاع. ال2500 سبسكرايبر مجمدين قلبي. قبل أي حاجة أنا عايز أشكركم جدًا على الدعم. الفيديوهات اللي فاتت أنا حقيقي القناة دي عملتها من 3 أسابيع، ف يعني الحمد لله. فباشكر كل شخص اتفرج على الفيديو أو عمل لايك أو أيًا كان يعني، شكرًا يعني. الفيديو ده هيعمل مشاكل أو هيعمل حوارات أو ممكن فيديو حساس شوية، لأن مش ناس كتير بتتكلم عن الموضوع دوّة. و وفي نفس الوقت أنا حاسس إنها مشكلة موجودة وواحد لازم يتكلم عنها يعني ما حدش أهبل، خلينا نكون صُرحا مع بعض. ما فيش حد مش عارف الواقع وما فيش حد مش محتاجين نحوّر عن نفسنا. ولكن قبل أي حاجة أنا في نقطة عايز أوضّحها، وهي إن إحنا مصريين. أنا مصري. بافتخر إن أنا مصري جدًا ومبسوط جدًا إن أنا مصري، يعني ما عنديش أي مشكلة خالص مع فكرة إن في ناس من أولاد بلدي مسوّقين سُمعة البلد. عندي مشكلة معاهم أكيد، ولكن في النهاية ده شيء موجود في كل مكان، فيه الحلو والوِحِش. ولكن اللي إحنا محتاجين نتكلّم عنه هو إن الوِحِش بقى باين أوي يعني. بقى اللي هو نظام إيه، هو للأسف اللي واضح هو اللي متصدّر صورته للعالم، ولدرجة إن بقى بيتاخد قرارات وحاجات كبيرة بس لمجرد إن أنت مصري يعني. ودي حاجة مش لطيفة، لأن ده ما كانش يمكن موجود. ولو أنت متابع من فترة الإمارات قفلت فيز المصريين أو غلسوا عليهم جدًا أو قفلوا، وكذلك كان حصل في مصر وكذلك حصل في قطر وكذلك حتى بيحصل في أوروبا. فكرة إن أنت أصبح المصريين بيتحطّوا في الخانة بتاعة اللي هو إيه، يعني أنا حتى يمكن لسه شايف من كام يوم في البلد اللي أنا عايش فيها اللي هي كرواتيا، ناس بتتكلم فبيقول لك إحنا مش عايزين المهاجرين دول بيعملوا مشاكل زي الهنود والمصريين. يعني أصبح المصريين بيتحطّوا مع الفئات الوحشة، أو مش الفئات الوحشة، الفئات اللي هي مش مستلطفين، مش متقبّلين، أو من كتر الحاجات اللي بتحصل وحشة من بعض العناصر المصرية للأسف، أصبح الموضوع بيتعمم. وخلّينا نكون صُرحا، ما هو أنت في النهاية الحلو حلو لنَفْسه خلاص، ما فيش حد هيمشي يقول ده المصريين حلوين هو عادي. إنّما لمّا حد بيعمل حاجة وحشة، الدنيا بتبدأ بقى تبان والناس بتتكلّم، لإن السيئة بتعُم، السيئة بترجع عليك أنت واللي حواليك. فللأسف الشديد يعني الواحد بقى بيشوف كمية حاجات سيئة جدًا من المصريين برّه. مش كلّهم برضه تاني، أنا مصري، في ناس كتير جدًا أعرفهم ناس قمة الأدب والأخلاق والاحترام والتديُّن وكل الكلام ده. أنا بس باوضّح الحتّة دي لإن في ناس هيقول لك ما مش كل الناس زي بعض. ما أنا عارف يا عم، ما أنا أكيد مش طالع أشتم نَفْسي أو طالع أشتمك، مش ده المقصود. المقصود إن يبقى في ناس كتير أوي، فئة كبيرة من المجتمع، خلّينا نقول يعني مش عارفين ممكن نحطّهم في خانة معيّنة، حاجة ليها علاقة بخانة طبقة معيّنة من المجتمع. سواء كانت طبقة مادية أو تعليمية أو جغرافية، أيًا كان يعني أيًا كانت الطبقة دي إيه، بقوا مسوّقين سُمعتنا جدًا برّه. يعني بقوا بيعملوا حاجات تكسف، حاجات مش المفروض إنها تحصل من شخص المفروض إن هو متعلّم أو محترم أو أو يعني حاجات مش لطيفة. يعني حتى لمّا نيجي مثلًا نتكلّم على حاجة زي دي، مش لازم نكون إحنا مثلًا بنتكلّم على حاجة جنسية مثلًا، أو يعني مثلًا لسه من فترة سامع مش عارف إيه في السعودية حد اتحرّش بواحدة أو اغتصبها أو حاجة، فبيتم عليه حد الحرابة. للأسف الشديد في الإمارات ناس بتفتح شركات وبتنصب وبتجيب ناس وبتاخد قروض والناس بتهرب، فقفلوا على المصريين أو بقوا بيغلّسوا أو بيدقّقوا، أو ما عادش الموضوع بنفس السلاسة. في أوروبا ييجوا تلاقي بقى تحرُّشات ونصب، وبرضه بنفس الفكرة وإقامات وتعالَ وهنجيب لك ونعمل لك وحاجات خلِّت سُمعتنا إحنا للأسف مش ألطف حاجة. فأنت بقى كبني آدم محترم، كبني آدم ما بتعملش حاجة غلط أو عايز تمشي في السليم، هيبقى بالنسبة لك الموضوع تقدر، ولكن هيبقى في زي حاجة كده الشخص اللي قدّامك ده اللي هو إيه، أنت مصري طيب يعني فاهم؟ الموضوع برضه بالمناسبة على حسب بيختلف من مكان لمكان وهكذا، ولكن آآ ممكن تتأثّر بيه، بالذات لو أنت في مكان زي الخليج، فيه مصريين كتير،
اصبح الموضوع مش الطف حاجه من الاخر يعني. حصل معايا موقف انا شخصي، مواقف كتير قوي، لكن الموقف ده انا هحكيه لكم حصل معايا انا شخصيا. كنت في الكورونا، كان الكلام ده يمكن 2021 اواخر الكورونا، يعني لو نظام الايام ما كنا احنا بنسافر بالابلكيشن ده، اللي هو انك مش فاكر تفاصيل. المهم يعني كنت بفكر ان انا اعيش في ايطاليا، و... وايطاليا كانت من الاوبشنز او الاختيارات المتاحه بالنسبه لي ان انا اقدر اعيش فيها، او ان انا يعني فكرت اعيش فيها فرحت. ودي حاجه بالمناسبه، لو انت بتفكر تهاجر او تسافر او ايا كان انت عايش فين او ايا كانت طريقه سفرك او سبب سفرك، فان انت تروح تجرب تعيش في مكان فتره، دي من افضل الحاجات اللي ممكن تعملها لو فكرت تسافر في يوم من الايام، لاسباب كتير جدا مش هنتكلم عليها قوي يعني، ولكن دي حاجه على جنب كده. بالمناسبه صح، انا قلت بقى اتكلم عن الموضوع. انا بقدم استشارات متعلقه بالسفر والهجره، لان انا مستشار سفر وهجره بقالي 12 سنه، وساعدت ناس كتير قوي انها تسافر وسافرت كتير. فلو انت مهتم ممكن تحجز معايا ميعاد من اللينكات اللي موجوده تحت الفيديو، وندردش واساعدك ونحط خارطه طريق تقدر انها توصلك للحاجه اللي انت عايزها يعني. فالمهم رحت ايطاليا، وكان رحت ميلان تحديدا، وكان بالنسبه لي يعني انا بحب ايطاليا وما زلت يعني. فرحت ميلان، وقعدت في ميلان حوالي شهر ونص، وكان المروح بهدف ان احنا نستقر، ان انا اعيش في البلد يعني. فحاولت ان انا اعيش كمواطن او اعيش كشخص يعني مقيم هناك. فاجرنا شقه بي ام بي وبتاع نظام بقى، تعمل اكل في البيت وتروح تشوف الاسعار والسوق ومستشفيات المدارس في يوم من الايام، فرص الشغل، الإقامة والأوراق يعني من الآخر تعيش أكنك هتعيش في البلد دي، مش مجرد إن أنت سايح. مع إن أنا كنت سايح، ولكن حاولت إن أنا أعيش كمقيم بحيث إن أنا آخد صورة أو تصور عن المكان اللي أنا أعيش فيه وأعيش فيه. المهم عشان ما أطولش عليكم يعني، في يوم كنا أنا ومراتي طبعا، أنا وزوجتي يعني، مش ما كنتش لوحدي. وركبت المترو في ميلان، مش فاكر منين لفين ولا كنت رايح اعمل ايه بغض النظر، ولكن ركبت المترو في ميلان. والعربيه كانت فاضيه يعني، مش ناس زحمه قوي يعني. المهم ايه، ركبت، قعدت انا وزوجتي وقاعدين عادي مفيش حاجه يعني. وركب حوالي تقريبا 3 4 شباب مصريين، وقعدوا كده ايه الباب وبعدي بشويه يعني، سامعهم يعني. طبعا عارف ان هم مصريين، ان هم بيتكلموا بصوت عالي وصوتهم واضح قوي وبيهزروا بصوت عالي وشتيمه وحاجات يعني مش الطف حاجه، ولكن هم فاكرين هم محدش فاهمهم او محدش سامعهم، او حتى يمكن عارفين ومش فارق معاهم. مش ده موضوعنا ومش ده اللي انا بتكلم عليه. بعدها في محطه ركبت بنت، كنا احنا في الصيف طبعا. ركبت بنت وكانت لابسه فستان قصير شويه، وبدل ما تقعد وقفت فين؟ وقفت بيني وبينهم وماسكه في العصايه هي البتاع بتاعت المترو. طبعا انا يعني اقسم بالله يا جماعه، لو تعرفوا او تتخيلوا العيال دي كانت بتتكلم عليها ازاي، اللهجه الجنسيه والكلام الخارج بكل ما يعني، وحاجات وهعمل واحط وبص وبترفع ويعني بص كلام اوسخ منه مفيش. طبعا عيال حسالة المجتمع، او اللي هم ايه، عارف انت الناس. انا دايما ايه بقول كده، ايه دايما اللي انت ما تصاحبوش في مصر ما تصاحبوش بره يعني. اللي انت مش هيبقى صاحبك في مصر مش هينفع يبقى صاحبك بره، لان الموضوع مختلف. ولكن ده مش ده موضوعنا. المهم طبعا انا قاعد بس فاهم كل الكلام، ومستفز جدا يعني. لو انا عايز اقوم طب ايه، اطيح فيهم اكسر وشوشهم، اعمل ايه طيب؟ مش يعني الموضوع محرج ومستفز وحاجه مهينه. والبنت دي في النهايه اصلا ممكن تكون بتتكلم عربي يعني. انت برضو عايش في اوروبا، بتقابل مغربيات، تونسيات، لبنانيات، شكلهم زي الاوروبيات ولكن بيتكلموا عربي او فاهمين لغتك. فانت ممكن تتحط في موقف محرج لا تحسد عليه خالص يعني. قابلت سورية في ألمانيا، كانت بتكلمني عربي، مستحيل لما تبص لها مستحيل تتخيل انها عربيه باي شكل من الاشكال، لان هي اوروبيه اكتر منهم شكلا طبعا يعني. فانا دي حاجه على جانبيه يعني. فالمهم العيال بتتكلم وبتاع، وموقف انا يعني انا مستفز جدا ودمي محروق وبيغلي.
وموقف عدّى وبتاع. وبعد كده بقى في خلال الفترة بتاعة إيطاليا دي قابلت كمية مصريين وعند الدومو، وكانت فترة تقريبًا كانت عيد لو أنا فاكر، أو كان في مناسبة ليها علاقة والله ما فاكر، كان تقريبًا عيد، وبيرقصوا مهرجانات وعند الدومو، حاجة أقسم بالله. يعني أنا يمكن القرار أو الحاجة اللي ما خلّتنيش أنقل إيطاليا، طبعًا في أسباب، ولكن من ضمن الأسباب القوية هي المصريين هناك. يعني أنا دايمًا باقول المصريين في الغُربة أو المصريين برّه في العالم كُلّه حاجة، والمصريين في إيطاليا حاجة تانية خالص. طبعًا ده أنا مش باقول برضه إن كل المصريين في إيطاليا وحشين، أكيد في ناس محترمة، ولكن معظمهم أو جزء كبير جدًا منهم يا نهار أبيض أنتم منين من مصر أصلًا؟ يعني أنتم الطبقة دي، الناس دي موجودة فين في مصر؟ أنتم عايشين فين؟ يعني أنتم إيه ده؟ ما شُفتهمش في مصر قبل كده. ما علينا. فطبعًا تسمع بقى حوادث قتل وسرقة واغتصاب وتحرُّش في إيطاليا طول النهار في الأخبار. يا جماعة فضحتونا، فضحتونا والله. في واحد هنا برضه في كرواتيا من فترة كانوا منزّلينه في الأخبار، مش عارف آآ اتحرّش بواحدة، ومش عارف تقريبًا ما كانش مش عارفين إن م مش عارف لمسها أو حاجة، ما كانش واخد باله إن معاها شباب، فالشباب جُم رزعوه علقة، بهدلوه، وفي الآخر اتقبض عليه وراح المستشفى. قصة كده طويلة، وفي الآخر بقى جايبين لك إيه مانشيت في الجورنان كده إيه، المهاجر المصري والتحرُّش. وطبعًا الناس ما بتصدّق، وبُص العرب وبُص المصريين، وكذا حادثة كده وكذا حادثة هروب وكذا حادثة ما أعرفش الناس اتخانقت مع الشرطة. فبقت المصريين سُمعتهم وِحشة هنا، في بلد ما يتعدّاش سكانها 4.000.000. يعني أنت بتتكلّم في بلد ما حدّش يعرفها على الخريطة أصلًا. ما بالك بقى أنت في فرنسا، ما بالك في إيطاليا، ما بالك بقى أنت في السعودية وفي الإمارات. برضه تاني يمكن في بعض الدول ممكن نعتبر مثلًا زي السعودية وهكذا، في دكاترة كتير ومهندسين، في ناس أوضاعها الاجتماعية كويسة، فالدنيا متوازنة. ولكن في النهاية برضه لمّا بيحصل حوادث أو مشاكل زي دي، هي بتنعكس على بلدك. يعني يعني أنا متفهم إن الأوضاع المادية مش أحسن حاجة، فالشخص بيحاول يسافر. ماشي، علاقة إن أنت تسافر وإنك تحترم نفسك وتحترم القوانين وتحترم الناس، وتفهم إن في حاجات أنت ما ينفعش تعملها ما كان ممكن تكون بينفع تعملها في مصر، أو هو برضه ما ينفعش تعملها، بس أنت بتعملها والدنيا معدية معاك، فتروح تعملها في مكان تاني وتتخيل إن الدنيا هتعدي معاك. طب إزاي يعني؟ يعني إزاي أنت متخيل إن أنت كبني آدم تبقى شايف واحدة في الشارع ماشية، فأنت متخيل إن هي مثلًا متاحة لك إنك تتحرش بيها مثلًا. يعني إيه أصلًا؟ أصلًا إيه الفكر ال المعتوه ده؟ أصلًا فكرة التحرُّش دي أنا عمري ما فهمتها كفكرة في المطلق يعني، ولكن ماشي، اللي إحنا في مصر معاكسات وكلمة من هنا وكلمة من هنا، للأسف بقت جزء من ثقافتنا، ما فيش أي حاجة نفتخر بيها، ولكن ماشي، هي موجودة خلاص، الموضوع متأصّل في المجتمع. إنّما تطلع برّه تبقى متخيل إنّك هتعملها، هتتسجن، هتتضرب، الشرطة هتمسكك، هتدفع غرامة، هتترحّل، يا عم أوسخ حاجة خالص هتعمل سُمعة قذرة لبلدك. يعني أنا كواحد مصري لمّا باقعد أتكلّم مع حد وتيجي سيرة مصر أو البلد وأنت منين وكده، أنا باحاول إن أنا أدّي صورة كويسة للشخص ده عن مصر، مش إن أنا أروح أكلمه عن الأهرامات، لا، لأ، إني أنا أكون شخص لطيف، إن أنا أكون شخص محترم، لو أقدر أساعده بحاجة أساعده، بحيث أدّيه انطباع كويس ولو لمدة دقيقة بس. ليه؟ لإني مقتنع إن الحاجات دي بتفضل مش بتتنسي. يعني الانطباع الصغير اللي أنت متخيله دوّة هو مش صغير، هو ممكن يكون صغير بالنسبة لك، إنما هو بالنسبة له ممكن تبقى حاجة كبيرة، أو ممكن تبقى حاجة مؤثرة، أو ممكن تبقى حاجة ما تتنسيش. فأنت سفير لبلدك، يعني أنت كبني آدم أنت سفير لبلدك، حتى لو أنت المكان اللي أنت عايش فيه ده فيه 3.000.000 مصري غيرك، يعني أنت مش سفير لوحدك صح؟ فللأسف الشديد أنت لمّا تعمل حاجة مسيئة، هي مش هتعود عليك لوحدك، هي هتعود على كل الناس اللي جاية من الحتة بتاعتك دي، بالعكس ده ممكن تعود على كلمة عربي، أنت مصري أنت عربي، فكل العرب كده. طبعًا هو برضه فكرة إن الناس برضه تبقى مضيقة إنها تبقى غبية لمجرد إن واحد عمل حاجة غبية فيعممها على كل الناس، ده قمة الغباء. ولكن لمّا الموضوع يحصل مرة و2 و3 و4 و10 الموضوع بيتحول لسُمعة. يعني زي ما إحنا كده أنت واخد انطباع عن فئة معينة من المجتمع، سواء في المجتمع بتاعك أو فئة معينة من الناس، ممكن تكون الفئة دي مش بتشترك في نفس الصفة اللي أنت متخيلها، ولكن عشان أنت في حاجة منتشرة أو فكرة عن إن الناس دي كده، فخلاص أنت سلِّمت، خلاص أنت مأمِّن إن الفكرة دي كده، ولكن في الحقيقة ممكن تبقى معظم الناس مش كده أصلًا. بس هي لمّا حاجة تتكرر كتير
غصب عنك تختار بقى. اوكي يا جماعه، يبقى كده مش يعني دي حاجه بقى كل الناس من المنطقه دي من الكوكب بتعملها. يعني مش حاجه لطيفه جدا. الواحد ساعات بيحكي الحاجات دي وهو متضايق، لان الواحد بيشوف ناس يعني اللي هو ايه، ده مش مصري، ده ما اعرفوش، ما بكلمش نفس لغته، لان حاجه محرجه جدا. يعني حاجه محرجه ان انت تبقى مثلا في موقف وواحد مثلا يعمل حاجه. في فرق ان انا اكون في مكان ومثلا اللي هو ايه، اللي عمل حاجه ده مش فاهم، دي قصه تانية. انا مش بتكلم على انت عارف او مش عارف، دي حاجه انت ممكن تبقى جديد في البلد ومش عارف. انما في حاجات بتبقى اللي هي ايه، ما ينفعش. يعني ما ينفعش مثلا يعني مثلا كنا في الامارات، وللاسف الشديد يعني طبعا بدون ذكر التفاصيل قوي، ومجموعه من المصريين معرفه اتقبض عليهم في قضيه مخدرات. يا جماعه يعني انت في الامارات، يعني المخدرات دي رقم واحد، ما تفكرش حتى. يعني انت عايش في الامارات بقالك كتير، فمعروف ان انت في الامارات المخدرات ما ينفعش اصلا تخطر على بالك، لان هم ما بيهزروش. واحد برضو معرفش تاني ايه. طبعا هي دي كلها حاجات اخطاء فرديه، بس الاخطاء الفرديه دي لما بتتكرر بشكل متكرر من ناس من نفس الفئه بتصبح خلاص هم كده. يعني بتبقى الفكره هو كده. خلاص انت بالنسبه لك انا واخد انطباع عن الجنسيه دي او من الفئه دي من المجتمع ان هم كده. عشان حد يغير فكرتي لازم بقى الموضوع العكس يحصل، شخص واثنين وخمسة وعشرة يثبتوا لي العكس، فابدا اقول اه صح، ده مش كلهم كده، وخلاص. فطبعا انا برضو مش عايز اطول، كفايه كده. ولكن اللي انا بحاول اوصله في النهايه ان انت كبني ادم، انت كمصري او انت ايا كان انت جنسيتك ايه، فانت اي مكان انت بتسافر له فانت المفروض تكون مرايه وواجهه للبلد بتاعتك. المفروض تكون سفير حسن ليها، يعني المفروض تكون شخص لطيف في معاملتك، شخص محترم برضو انت كبني ادم. لو مسلم تحديدا فانت يعني اصل برضه المشكله ايه، يعني حته مسلم دي بالذات، لا انا ليه بقول مسلم تحديدا؟ انت ممكن تبقى اي حاجه، بس قصدي مسلم تحديدا ليه؟ لان الناس بحس انها بتترصد للمسلمين تحديدا، اللي هو انت بص مسلم بيعمل ايه، بص مسلم لابسه ازاي، بص مسلمه لابسه ازاي، بص مسلم بيشرب خمره، بص ما... ف... ف... طبعا دي حاجات المفروض الاب والام يعملوها من زمان في عيالهم. احنا مش جايين نربي الناس لان الموضوع متاخر جدا، ولكن الواحد بيحاول ما دام هو عنده صوته ومنصه وقادر ان الناس تسمع صوته، فليه ما نشاركش الموضوع ده يعني بصوت عالي. ولكن في النهايه ما اعتقدش ان في حاجه هتتغير، ما عنديش اي امل للتغيير في الجزء ده تحديدا، لان اعتقد اتس تو ليت يعني. فعشان ما اطولش عليكم، اتمنى الفيديو عجبكم. لو وصلت النهايه اكتب لي انك وصلت النهايه واعمل لايك على الفيديو وبس. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.